محتاجة أقولك قصتي عشان تنصحي البنات وما يقعوش في نفس الغلط وتنصحيني أعمل إيه. أنا مطلقة، كنت متجوزة صغير جدا 16 سنة وخلفت عيلين واتطلقت يتيمة. شفت المرار وسواد. بعديها قررت إن أنا أقفل على نفسي لحد ما قابلت واحد وشاغلني وقعد سنين يحاول يتكلم معايا، ولما ما عرفش دخلي دخلتي أنا عايزة أتجوزها. وهو كان شاب ما اتجوزش قبل كده، وقال لي ان هو بيتكلم اهله ورافضين وان انا افضل معاه واصبر لغايه ما اتعلقت بيه. وفي الاخر سمعت اخته وهي بتتكلم ان اخوها بيتسلى بيا وبيقضيله معايا يومين، وان هو يوم ما يتجوز مش هيتجوز واحده زيي، وان هو اللي قال لها الكلام ده. وانا دلوقتي قلبي مكسور وبيوجعني، ورجعت قفلت على نفسي تاني، مش عارفه اتخطى الموضوع، مش عارفه انا مظلومه ولا استاهل. يا ريت تساعديني، انا قلبي وجعني جدا. مع العلم انا سمعت اخته بتقول لعمته بتحكي لها وبتضحك عليا وبتقول ان هي وجعت قلبي، وقالت لي يا اخويا بيقول لك كل شيء اسمه نصيب، وهي بتضحك وتقول ان هي وجعت قلبي ومبسوطه مش عارفه ليه. وفي وشي انا بتيجي تقول لي يا حبيبتي وانتي اختي وامتى تبقي في بيتنا. صاحبه الرساله دي فعلا وجعت قلبي انا كمان. انا في الرساله كلمتها وشجعتها انها تنسى كل اللي فات وتركز في حياتها اللي جايه، وان اللي حصل معاها ده عادي بيحصل. بس اللي لفت انتباهي هنا هي الاخت، ودي مش اول مره اشوف حاله زي كده. بعض اخوات الولاد بالذات لما يكون اخوها لاعبي وبيلعب بقلب دي ودي ودي بيبقى فيه تشجيع رهيب منهم. انا ما بشوفش غير اللي بتعمل كده غير بني ادمه مش سويه نفسيا، مش مظبوطه. البنت اللي تشجع اخوها انه يلعب ببنات الناس ويهينهم بالشكل ده تبقى مش سويه، مش محترمه، ومش متربيه بشكل كافي، وهتلف الايام وهتاخد من كرامتها، واللي عملته مع غيرها هيترد لها بشكل مختلف. انا هنا بس عايزه اقول نصيحه للمطلقات تحديدا، لان ده بيحصل كتير قوي معاهم للاسف في مجتمعاتنا الناطقه باللغه العربيه. بيحصل ده فيها كتير، التعامل مع المطلقة على إنها صيدة بلا مشاعر. نصيحة للسيدات المطلقات، لما حد يدخلك أي دخلة أيا كانت ويقولك هنرتبط ويقعد يماطل، اقطعي فورا. صدقيني هيجرك شهر في 2 في 3 في سنة في 2 في 3 وانتي مستنية على أمل. يقولك بحبك وبموت فيكي وأنا عايزة أكون معاكي وهو بيتسلى. الراجل محترم بعد فترة التعارف هيسعى للارتباط، لكن اللي يفضل يمط شهر في 2 في 3 في سنة مش ناويها والله، واغلبهم مش بيبقوا ناويينها. ما تقعوش في الفخ ده. ونصيحه للبنات اللي بتشوف مثلا اخواتها بيرتبطوا الارتباطات بالشكل ده، لما تشوفي اخوكي بيلعب بديله انصحيه مره واثنين وثلاثه، ما جابش نتيجه نبهي البنت، لان ده لو ما حصلش تبقي مشتركه معاه في نفس الجريمه وفي نفس تبعيتها. ارجوكم ما توجعوش قلب الناس، ما توجعوش قلوب مجروحه. اصلا ستات المطلقات مفيش واحده بترضى بمزاجها تخرب بيتها الا لو كان هو خربان اصلا، وبتبقى خارجه من التجربه محمله باعباء كتير قوي، مش ناقصه كمان حد يجي من بره ويجرحها تاني. اتقوا ربنا، خلي عندكم اخلاق. تنويه اخير، جميع الرسائل اللي بتجيلي سريه ولا يطلع عليها احد الا انا، ولا يتم نشرها الا بموافقه صاحبها او طلبه هو شخصيا زي الرساله دي. كانت معكم فيبي انور، السيناريستيه. يومكم سعيد.